مين قال ان التشيز كيك لازم تكون معقده؟ التشيز كيك سهله جدا وبسيطه جدا من غير فرن وبطعم الفراوله اللي يجنن. تعالوا اوريكم اسهل طريقه تعملوها في البيت ونتيجتها بجد مضمونه. اول حاجه جبت بسكويت وحطيته في الكبه وطحنته كويس جدا لحد ما بقى ناعم. ضفت عليه معلقتين زبده علشان القعده تمسك وما تفكش من بعضها، وفرشته في القالب ودخلته التلاجة شويه على بال ما اجهز باقي الطبقات. بالنسبه لطبقه الجيلي استخدمت 3 اكياس جيلي فراوله، بس قللت شويه كميه الميه، يعني بدل ما احط 3 كوبايات ميه حطيت كوبايتين ونص علشان القوام يطلع احلى. طلعت قاعدة البسكويت من التلاجة وحطيت فوقيها طبقة كريمة، ومقادير الكريمة هسيبها لكم كلها بالتفصيل في الكبسة. وممكن كمان تستغنوا عن خطوة الكريمة دي وتعملوا مهلبية او تعملوا كاستر، هيطلع طعمه اجمل بكتير كمان. بعد كده حطيت فراولة متقطعة فوق الكريمة، وممكن كمان تحطوا طبقة فاكهة تانية زي المانجا، او ممكن تستغنوا خالص حسب رغبتكم. بعد ما الجيلي برد ومبقاش سخن صبيته بالراحة فوق الطبقات ودخلت التشيز كيك التلاجة. بعد 3 ساعات طلعتها كانت متماسكة جدا وطعمها تحفة. وهي دي اسهل طريقة للتشيز كيك ممكن تعملوها، مش بتاخد وقت ونتيجتها بجد تفرح اي حد يجربها. جربوها وقولي رأيكم ايه.